السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. انا النهارده بقى جايبه لكم الخبز اللي انتوا بتحبوه. دايما بحب اجيب لكم كده كل جديد والحاجه اللي طعمها حلو، ودي اهم حاجه احنا متفقين عليها للناس اللي متابعاني بقالها فتره في القناه. الوصفه لمرضى السكر والناس اللي عايزه تبعد تماما عن الطحين الابيض، وصفه بدون اي نوع من انواع الطحين. ان شاء الله هتعجب كل الناس. ده بقى شكل قشور السيليا. انا عايزه بس الناس تركز، الناس اللي هي ما تعرفش شكل قشور السيليا، ما بتبقاش بودر قوي، بتبقى شبه القشور خفيفه قوي كده، نفس الشكل اللي انا جايبه لكم في الفيديو. تدوروا عليه وتشتروه، لان هو ده العامل الاساسي او نجاح اي خبز بدون طحين. تقريبا عملوا كوب الا ربع، اللي هم 40 جرام من قشور السيليا. من الناس اللي بتشتغل بالجرامات، يعني كوب الا ربع و40 جرام. هحط بقى الحاجه اللي انا بحبها قوي، اللي هي طحين السمسم. سمسم عادي بدون تحميص، انا بدخله في المطحنه بتاعه البن، وهاخد منه 3 ملاعق كبيرة من السمسم المطحون. وفي طرق على القناة عندي ازاي تطحنوا السمسم وما يعجنش منكم. هاخد معلقة كبيرة من بيكنج صودا، والبيكنج صودا المعلقة مش سايحة قوي على اخرها. وطبعا انا بحب الكمون في الخبز، اي نوع خبز انا بحب اضيف فيه كمون، ورشة ملح. هضيف الثوم البودر. طبعا انا قلت لكم ان الحاجات دي كلها بتدي اطعمه حلوه جدا. للناس اللي جربت عارفه. طبعا انا بموت في الزعتر، حلو قوي في الخبز وبيدي غذاء وطعم وريحه. يعني برضو الحاجات دي كلها اختياريه ليكي لو متوفره عندك، بس انا دايما بحب لما اكل الخبز احس كده ان هو في فايده وفي طعم وفي كل حاجه هتبسطني، طالما انا هبعد عن الطحين الابيض. انا اخدت منها معلقه كبيره على التوابل اللي انا حطيتها مع الملح وقشور السيليوم والسمسم المطحون. هطحنهم، هقلبهم كده مع بعض، هاخدهم تقليبه. وخلاص انا تقريبا كده كل المواد الجافه انا ضفتها على نوع الخبز اللي انا بعمله، ومش هضيف اي حاجه تاني. بصوا، مفيش اي نوع من انواع الطحين. انا هنا حبيت ان انا اضيف بيكنج باودر علشان انا خفت يكون البيكنج صودا مش فعالة، فحبيت ان اللي هو ايه زيادة تأكيد ان الخبز بتاعي هيبقى شغال. والبيكنج صودا والبيكنج باودر لو في حاجة فيهم مش شغالة فالتانية هتشتغل ويطلع خبز منفوخ. تمام. انا ضفت ايه حوالي نص معلقة صغيرة بس. هقلبهم تقليبه، وبكده انا خلصت كل المواد الجافه اللي انا عايزه اضيفها. مفيش اي حاجه تاني. ايه بقى العامل الاساسي برضو لنجاح الخبز ده؟ البيض. انا اخدت 4 بيض بدرجه حراره الغرفه. هدوبهم كده الاول، هخلطهم ببعض كويس جدا بالمضرب، وهرجع اديهم رشه فلفل اسود علشان الزفاره، وايه ابقى كده ضامنه ان مفيش ريحه بيض في الخبز بتاعي. يعني انا دلوقتي هخلط البيض اللي انا ضربته كده في بعض، ومعاه رشة الفلفل الاسود على الطحين بتاعي او المواد الجافة بتاعتي. وطبعا لازم اخلطهم كويس جدا جدا قبل ما احط المية المغلية. لازم البيض يختفي تماما في قلب المواد الجافة بتاعتي، لان انا لو البيض ما اختفاش ورجعت حطيت عليه المية المغلية وما ضربتش بسرعة، البيض ده هيستوي معانا قبل ما نحطه في الفرن، وهيبقى العجينة فيها بيض مسلوق تقريبا. دلوقتي ايه؟ انا حطيت دلوقتي بالظبط نص كوب من المية المغلية، نص كوب بالظبط. هنضيفهم كويس ونضربهم كويس قوي على العجين، وهتبصوا دلوقتي تلاقوا العجينة رجعت لمت وتخنت كده ومسكت في بعض، وهتلاقوها ايه سهلة التشكيل معاكم زي اي عجينة انتوا عملتوها كده. بصوا منظرها. للناس اللي لسه اول مرة تستخدم قشور السيليوم، ما تتخضيش، هتسيبيها ترتاح، هتفتحي عليها هتلاقيها عجينة اصلا من غير ما تسيبيها ترتاح. دلوقتي وانا يعني بعملها معاكم هتلاقوها لمت وبقت كتلة عجين، ان احنا نعرف نقطع منها ونكورها وندخلها الفرن. تمام. اهم حاجة القاعدة بتقول ايه؟ ان احنا اي حاجة نضربها نسيبها ترتاح شوية. اهي لمت معانا وبقت ايه، كتلة عجين. لسه كمان هتمسك اكتر. قشور السيليوم كل لما ايه تسيبيها شوية هتلاقيها مسكت في السوائل وبقت ايه كتلة عجين.
بُصّوا، أنا بعد ما عجنتها حسيت كده إن أنا يعني لأ، أنا عايزة أدّيها كده رشة زيت زيتون. أنا بارتاح لمّا باحط على العجينة زيت زيتون، حتى لو أنا حاسة إن هي مش محتاجة، لأ، الأحسن والأفضل رشة مادة دهنية. فأنا شايفة إن زيت الزيتون يغني عن أي حاجة تانية. بس ضفتها وقُمت مدّياهم تقليبتين كده، وهاسيبها بقى ترتاح شوية على الأقل نُص ساعة. أي حاجة تتضرب هنريّحها خلاص. هنريّحها نُص ساعة وبعد كده هنشكّلها زي ما إحنا عايزين. تقريبًا أخدت منّي 5 قطع. العجينة دي أخدت منّي 5 قطع. ما تبططوش العجينة أوي يا جماعة، وأنتم بتكوّروها. لو بططوها شوية حلوين كده هتلاقيها الخبز يعني مش منفوخ كده. انتوا خدتوا الجزء اللي المفروض يتنفخ ففردتوه، فهيطلع يعني خبز فلات شوية. هو هيتفتح وهيبقى خبز بس هيبقى فلات شوية. فلو انت عايزاه عالي شوية، خبز شبه الخبز العادي اللي بطحين العادي، وانك تحسي انك بتقطمي حاجه كده، ما تبططيهوش قوي. اهم حاجه ما يبقاش شكله فلات. بس لو فلات عادي هيبقى خبز وطعمه حلو جميل وهيتفتح. بس مش هيبقى عالي كده من جوه وتحسي كده شبه الخبز العادي. طبعا انا دخلت في الخبز سمسم، فهديله رشه سمسم من على الوش. وطبعا اي بذور عندك ممكن ان انت تضيفيها على الوش، ضيفيها. وانا بحب يعني اللي بيدي شكل جمالي وريحه وكل حاجه حلوه، جوز الهند. انا بحبها وبحب شكلها قوي على وش الخبز كده، وبحب طعمها كمان. طبعا اي حاجه متوفره عندك هتضيفيها على وش الخبز، هتدي شكل وطعم وريحه وغذا وكل حاجه حلوه. بس فانا حبيت اوريكم كده انا بعمل وانتي واختيارك واللي موجود ومتاح عندك طبعا. هدخلهم على حرارة 180، وطبعا هتكونوا مشغلين الفرن قبل ما تدخلوها بحوالي 5 دقايق. اخدت معايا تقريبا حوالي 25 دقيقة. انتي بعد ال20 دقيقة دخلي الخلة وشوفيها طالعة فيها نسبة عجين ولا لا. وكمان ممكن بشوكة او بحاجة تدخليها كده بحيث ان انتي تشوفي العجينة هتهبط وتطلع تاني ولا خلاص نزلت ولسه ما طلعتش. انتي هتشوفي كده وضع الخبز بس هو بعد ال20 دقيقة ممكن تشيكي عليهم، لان هي ممكن تاخد معاكي من حوالي 25 دقيقة وممكن اكتر حسب الفرن بتاعك. بس هي مش هتاخد اكتر من 30 دقيقة. بصوا شكله وبصوا جماله، طعمه خطير. لا حقيقي هتحبوه جدا. انا بقى حفظته في الفريزر. اهم حاجة يكون الكيس اللي انتوا هتحفظوا فيه الخبز يكون في مكان مفهوش اي حاجة تعمل روائح او تخلي الخبز طعمه متغير. هتطلعي القطعة اللي انتي هتستخدميها، هتفك قبل الاكل بنص ساعة. تقدري تسخنيها في الاير فراير او في الميكروويف كأنك لسه عاملاه بالظبط. حقيقي خطير يا جماعة، طعمه خطير. المرضى السكر والناس اللي عايزة تحافظ، هو لأي حد عايز يبعد عن الطحين الأبيض أو عنده مشكلة في القولون أو السكر، فحقيقي رائع. إن شاء الله هيعجب كل الناس. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تدوني لايك، ولو ليكم أي سؤال تكتبولي في الكومنتس وإن شاء الله أرد عليكم. وإن شاء الله أراكم في وصفة جديدة وتجربة ناجحة بإذن الله. السلام عليكم.